فيلمنا النهارده غير أي فيلم عملناه قبل كده، لأن دي جريمة ومن دلوقتي أنا وأنت وبطل الفيلم هنحقق فيها مع بعض. جاهز يا صديقي؟ يلا بينا. بيبدأ الفيلم مع ايرون وهو محامي حياته بقت هادية بعد ما ساب والدته من سنين، وفجأة بيجيله اتصال بيبلغه ان صاحب عمره لوك مات ولازم يرجع البلد عشان يحضر جنازته. لكن الغريب ان الخبر ده كان مال الجرايد، وده لان وفاة لوك ما كانتش طبيعية ابدا. الكل بيقول انه قتل زوجته وابنه الصغير وبعدها انتحر. وفي الطريق للبلدة بنشوف ارض جافة بشكل مخيف، ما شافتش المطر بقالها سنين، والغابات اتحولت لرماد بعد ما حصل فيها حرايق ضخمة. اول ما ايرون بيوصل لقاعة العزاء بيلاقي البلد كلها تقريبا جاية تودع له، وفي وقت ما مراسم الجنازة شغالة فجأة بيرجع بفلاش باك ل20 سنة فاتوا، وقت ما كان هو ولوك بيقضوا أغلب وقتهم مع صاحبتين ليهم، جريتشن وإيلي. كانوا 4 أصحاب ودايما بيتجمعوا عند النهر اللي في البلد، وما كانش حد فيهم يعرف إن المكان ده هيبقى بداية أكبر مأساة في حياتهم. المهم بنرجع للحاضر تاني، وبعد ما بتخلص الجنازة ايرون بيقابل جريتشن لأول مرة بعد سنين طويلة، وبتحضنه بقوة وبتعرفه على ابنها لاكي، وبتقول له انه في نفس فصل بيلي ابن لوك، ومش عارفه هتشرح له اللي حصل ده ازاي. وبتساله اذا كان لوك قال له عن اي حاجه، بس ايرون بيقول لها انه كان ناوي يكلم لوك قبل وفاته لكن الشغل اخده. وجريتشن بترد عليه بكل هدوء، مفهوم طبعا كلنا بنشتغل يا ايرون يعني. بعدها بتجمع الكل عشان يودعوا لوك بكلمات اخيره، واهله بيفضلوا يحكوا قد ايه كان اب وزوج وصديق كويس. لكن فجاه واحد من الموجودين بيقاطعهم بصوت عالي ويقول بأمارة ما قتلهم. وفجأة الصمت بيسيطر على المكان، والكل بيبص له في صدمة، ومحدش بيكون فاهم أي حاجة. ايرون بقى بيقرر يرجع للمدينة، لكن الذكريات ما بتسيبوش. وفي الطريق بينزل عند المكان اللي كان شاهد على طفولته، وبيروح لمكان النهر، بس احنا مش هنلاقيه أكيد، وده بسبب الجفاف اللي ضرب البلد. وهناك الماضي بيرجع يطارد ايرون من جديد، وبيفتكر اليوم اللي راح فيه يدور على إيلي قبل ما يلاقي جثتها طالعة من المية، في مشهد عمره ما قدر ينساه. بعدها ايرون بيقرر يروح لاهل لوك عشان يعرف منهم اللي حصل بالظبط. وهناك ام لوك بتعرفه على شارلوت بنته الرضيعه اللي كانت الناجيه الوحيده من الليله دي. وبعد ما بيقعدوا يتكلموا بتشكره على انه جه يعزيهم، وبتقول له ان معظم اهل البلد بقوا يتجنبوا حتى يبصوا في وشهم، لان الكل مقتنع ان ابنهم هو اللي قتل مراته وابنه وبعدها انتحر. لكن هي رافضه تصدق الكلام ده، وبتطلب من ايرون يساعدهم ويثبتوا براءه لوك، لانها متاكده ان عمره ما كان يقدر يعمل كده. وبتقول له كمان انها كانت بتتابع اخباره وعارفه انه بقى محامي شاطر، وبتفكره قد ايه لوك كان دايما فخور ان ايرون صاحبه. ايرون بيوعدها انه هيحقق في القضيه دي، واكيد لو وصل لحاجه هيعرفها. وهو خارج بيوقفه والد لوك وبيفاجئه بسؤال غريب، بيقول له انا عارف انكم كدبتوا زمان في قضيه ايلي لما قلتوا ان انتوا كنتوا بتصطادوا ارانب، بس قول لي يا ايرون، هل لوك فعلا كان ليه علاقه بموتها؟ السؤال صدم ايرون اللي بيفضل ساكت وبيمشي من غير ما يرد. الكلام ده بيرجع ايرون للماضي تاني، اليوم اللي كانوا فيه عند النهر لما الهزار بين لوك وايلي قلب جد، ولوك فضل يغطسها في الميه اكتر من مره لحد ما كان هيموتها. وايلي خافت فعلا، وبعد ما خرجت كانت متضايقه قوي، فايرون اخدها ومشى بعيد عنهم. وبيروح ايرون لحانة صغيرة يبات فيها لحد الصبح، وهناك بيقابل نفس الشاب اللي شتم لوك في العزاء، وبيكون معاه راجل كبير بيفضل يلومه وبيتهمه بقتل بنته. وهنا بقى بنعرف ان الراجل ده بيطلع ابو ايلي، والشاب اللي معاه بيكون اخوها واسمه جرانيت، وهما الاتنين بيفضلوا يضايقوا ايرون بكلامهم لغاية ما بيزهق منهم وبيسيبهم وبيطلع على الأوضة. تاني يوم ايرون بياخد اجازة من شغله، وبيقرر فعلا يحقق في القضية بنفسه. واول شخص بيقابله هو الضابط جريج المسؤول عن التحقيق في جريمة لوك، وبيطلب ايرون منه انهم يشتغلوا سوا، وجريج بيوافق ويساعده. ومن هنا يبدا التحقيق. اول مكان بيروحوا له هو بيت لوك اللي هو مسرح الجريمه، وهناك بيشرح له جريج تفاصيل اللي حصل، وبيعرفوا ان زوجة لوك اتقتلت اول ما فتحت باب البيت، وده معناه ان القاتل ما اداهاش اي فرصه تهرب او حتى تستوعب اللي بيحصل. اما ابنه بيلي فلاقوه مقتول وهو مستخبي جوه الدولاب، لكن الغريب ان شارلوت الرضيعه لسه عايشه. ايرون بيستغرب وبيقول ان السبب غالبا انها صغيره جدا ومش هتقدر تقول اي حاجه عن اللي حصل. وفي النهايه بيطلب من جريج يراجع اقوال كل الشهود من اول وجديد، وده لان ايرون بدا يحس ان في حاجه ناقصه في القضيه دي. يا ترى بقى لوك فعلا هو اللي قتل عيلته ولا حد تاني خلص عليهم كلهم؟ هنعرف لما نكمل الفيديو. تاني يوم بقى ايرون بيروح المدرسه اللي كانت كارين مرات لوك شغاله فيها، وهناك بيقابل مدير المدرسه اللي بيقول له ان كارين كانت مسؤوله عن حسابات المدرسه وانها كانت شاطره جدا في شغلها. وايرون بيساله اذا كان لاحظ عليها اي حاجه غريبه قبل وفاتها، او اذا كانت اتكلمت معاه عن علاقتها بلوك. بيرد المدير انه لاحظ ان
ان بينهم خلافات في اخر فتره لكن ما بيعرفش سببها، وده لانه بصراحه ما كانش مهتم يعني بحياتهم الشخصيه. فايرون بيشكره وبيخرج، ولما بيطلع بيقابل جريتشن والاتنين بيتكلموا مع بعض شويه، والكلام في الاول كان عادي يعني، بس مع الكلام الاتنين بيفتكروا ايام المدرسه والذكريات اللي كانت بينهم وبين إيلي ولوك، وده يرجعنا للماضي من جديد. وهنا بيفتكر ايرون اليوم اللي راح فيه مع إيلي يتمشوا بعيد عن الكل، وإيلي بتقول له ان المكان ده هو ملجأها كل ما تتضايق من اهلها او من اي حاجه بتيجي هنا عشان تهرب. وبعدين بتطلب منه يساعدها ويلبسها انسيال كانت بتحبه جدا، وهو بيحاول يلبسه لها بيقع الانسيال وسط الصخور، فبيفضل ايرون يدور عليه لحد ما بيطلعه بعصايه وبيرجع يلبسه لها. ومن اللحظه دي بقى بنفهم ان العلاقه بين ايرون وإيلي ما كانتش مجرد صداقه، دول حبوا بعض. نرجع نكمل تحقيقنا من تاني، وبنشوف ان ايرون مع جريج في مكتبه واللي بيوريه الرصاصه اللي اتقتل بها لوك، لكن المشكله انهم لحد دلوقتي ما يعرفوش يحددوا الرصاص المطابق طالع من اي بندقيه. وقتها ايرون بيطلب من جريج ياخده للمكان اللي المفروض لوك انهى حياته فيه، وبنعرف ان ده المكان اللي كان ايرون ولوك بيصطادوا فيه ارانب وهم صغيرين. وبيسال ايرون جريج مين المسؤول عن الارض دي، فبيقول له ان شاب اسمه جيمي، وانه كان اخر شخص شاف لوك قبل وفاته، وده لان جيمي قال في التحقيق انهم كانوا بيصطادوا ارانب في اليوم ده. وهنا ايرون بتجيله فكره عبقريه، لو عرف نوع البندقيه اللي كان لوك بيصطاد بيها هيقدر يعرف اذا كانت هي نفس البندقيه اللي خرجت منها الرصاصه ولا لا. وفعلا بيروحوا لجيمي واللي بيطلع لهم البندقيه بتاعته من غير اي تردد، وبيقول ان لوك استخدمها اليوم ده وكمان بيحكي لهم ان لوك وقتها كان بيتكلم بغضب عن كارين مراته وبعدها سابني ومشى، اما انا فدخلت اشرب شاي مع جدتي وبعدها على طول حصلت الجريمه. مع كل خطوه القضيه كانت بتتعقد اكتر مش بتقرب من الحل. وبعد يوم طويل من التحقيق ايرون بيقعد يتعشى مع جريتشن وبيفضلوا يفتكروا ايام زمان، وبيسالها ايرون عن معامله لوك ليها، فبتقول له ان عمره ما كان شخص سيء وانه بس كان عايش حزين على فراق إيلي وكمان بعدك عننا لفتره كبيره. في مشهد بتكون ام لوك قاعده في اوضه بيلي ابن لوك وبتقلب في حاجته وبتفضل تعيط، وايرون بيدخل عليها وقتها وبيواسيها وبتقول له انها هتتخلص من الاغراض دي عشان كل حاجه هنا بتفكرها بيهم، وبتلاقي كتب كتير كان لوك مستعيرها من المكتبه ولازم ترجعها، فايرون بياخدها وبيقرر يرجعها بنفسه. وفعلا بيروح علشان يرجع الكتب، بس هو بيحطهم في الصندوق بيلاحظ ورقه جوه كتاب منهم، ودي بتبقى مقاله مقصوصه من جورنال بتتكلم عنه شخصيا. وكمان في ورقه تانية مكتوب عليها اسم جرانيت، وبيكون ده ايصال اصلا للكتب دي، وبيبقى باسم كارين مرات لوك. فبيروح ايرون بسرعه لجريج وبياخده عند جرانيت وبيستدعوه علشان يحققوا معاه، وبيبدا ايرون وجريج يحققوا مع جرانيت وبيسالوا ايرون عن علاقته بكارين مرات لوك، فبيأكد له انه ملوش علاقه بيها، ده حتى مش فاكر اخر مره شافها فيها. ولما بيوريه جريج الايصال اللي مكتوب عليه اسمه بينكر وبيقول انه ما يعرفش حاجه عن الكلام ده. وايرون بيتكلم طيب يا جرانيت، ما كنتش عايز تستولي على ارض لوك والعيله التانيه وخليت جيمي يساعدك في كده علشان يبقى عندك 3 اراضي جنب بعضهم وتبيعهم بمبلغ كبير لاي شركه استثماريه؟ فبيرد جرانيت انه ما خططش لحاجه زي كده، وبيرفض انهم يلفقوا له اي تهمه وخلاص. وفي نهايه التحقيق ايرون بيقول له انه هيراجع اقواله وكمان تحركاته كلها في اليوم ده، ولو مفكر ان اصحابه ممكن يساعدوه فبالضغط عليهم هيعترفوا عليه فورا. بعدها ايرون بيطلب من جريج يراجع الكاميرات اللي بترصد تحرك لوك وكارين وكمان كل اللي شاكين فيهم، وبيبداوا بالمدرسه اللي شغاله فيها كارين، وبيلاقوا انها اتحركت بعربيتها قبل الجريمه بساعتين، وبعدها كل حاجه كانت ماشيه طبيعي. بيروحوا بعدها لعربيه لوك اللي لقوها قريبه من المكان اللي موت نفسه فيه، وبيرجع ايرون فلاش باك لورا بالتحديد في اليوم اللي إيلي ماتت فيه، لما ايرون بيروح يديها ورقه مكتوب فيها قابلين عند النهر اللي بيروحوا له على طول. لوك وقتها بيلاحظهم وبيبان عليه الغيره من علاقه ايرون بإيلي. بنرجع لأرض الواقع من تاني، ولما بيطلع ايرون من المكان بيلاقي معزة مذبوحة على عربيته، وبيفتكر ان جرانيت هو اللي ورا اللي حصل، وبيلاحظ كمان ان في ورق ملزوق على الحيطة فيها صورة ايرون ولوك مكتوب عليها انهم قتلة. فبيتعصب ايرون من الموقف وبيجري يروح للمكان اللي فيه جرانيت، ووقتها بيمنعه الضابط هو وويتلام مدير المدرسة وبيهدوه، وويتلام بيقول لايرون يجي معاه البيت وهو يغسل له عربيته بنفسه. فعلا بياخدوا ويتلام لبيته وبيغسل له العربيه وبيرحب بيه جدا، وبيفضلوا يتكلموا، وبيقول له ويتلام انه جه هنا وساب المدينه اللي كان عايش فيها بسبب ان في شخص هجم على بيتهم وسرق فلوسهم وكل حاجه فيه، ولحسن الحظ بنته ومراته ما كانوش موجودين وقتها، وبيقول له ان الشرطه ما لقتش اللي عمل كده لغايه دلوقتي. بنرجع بقى ليوم موت إيلي لما بيكون ايرون مستنيها عند النهر زي ما اتفقوا، لكن هي ما بتجيش وبيحس ان في حد بيراقبه من بعيد. وبنشوف ابو ايرون اللي اسمه فولك في البيت بيتكلم في التليفون وهو مخضوض، وفجاه بيدخل عليه ايرون فبيطمن. ايرون بيرد باه بس هي ما جاتش وقتها،
لكن لوك بيقول له ان محدش هيصدقه، وبيتفق معاه لو الشرطه سالته يقول انهم كانوا بيصطادوا ارانب في مكان بعيد عن النهر، واصطادوا بالتحديد ارنبين. وفعلا لما الشرطه بتحقق معاهم بيقولوا نفس الكلام، وبيبقى مفيش دليل يتهمهم باي حاجه، والقضيه بتتقفل. ايرون بيكون لسه مكمل في مراجعه كاميرات المراقبه، وبيلاحظ ان يوم الجريمه جيمي كان متجه لصيدليه البلده وما كانش في البيت زي ما قال. المهم بعدها بيرجع للحانه، وهناك بيلاقي خناقه دايره بين ويتلام وجرانت وكمان جيمي، وبيتدخل بينهم وبيسال عن اللي حصل، وبيعرف ان ويتلام داير يقول للناس ان جرانت بمساعده جيمي عايزين يستولوا على الارض ويبيعوها. ايرون بيطلب من جرانت وقتها يعترف ويقول سبب كتابه كانن لاسمه على الوصل، وجرانت مازال مصمم انه ما يعرفش حاجه. بعدها بياخد ايرون جيمي للصيدليه، وهناك بيعالجه الدكتور، وبيستغل ايرون الفرصه وبيسال الدكتور عن سبب وجود جيمي عنده يوم الحادثه، فبيقول له انه جه يشرب معاه حاجه ومشي على طول. وبيسيبوا ايرون وبيروح يلوم جيمي عن انه كذب عليه وضيع وقتهم، وبيعرفوا جيمي انه مش هيوصل لحاجه في البلد دي، لان اللي بيكذب عن حاجه لمده طويله بتتحول مع الوقت لحقيقه. وهنا ماضي ايرون بيرجع يفرض نفسه تاني، اقصد تاسع، وبيفتكر يوم ما شخص نده على ابوه فالك ودعاه بالقاتل. ولما بيطلع فالك بره بيلاقي عند باب البيت نفس المعزه المذبوحه اللي كانت على عربيه ايرون. المهم بنكمل مع الماضي لما بيقرر والد ايرون يسيب البلده ويمشي، وده لان ابو ايلي ناويلهم على الشر. وبيودع ايرون جريتشن وبيطلب منها تسلم له على اللوك، وبيوعدها انه هيرجع تاني، وبعدها بيغادروا البلده. وده بيخلي ايرون في الحاضر يقرر يروح لقبر ايلي، وهناك بيقابل ابو ايلي اللي بيطلب منه يمشي وما يرجعش هنا تاني. وكل الدنيا ما بتضيق مع ايرون بيروح لجريتشن يتكلم معاها، وبيروح البيت عندها، وبيلاحظ ايرون ورق حسابات المدرسه اللي كانت بتشتغل عليه كارين موجود عندها. ولما بيسالها بتقول له ان هي بتحاول تكمل الحسابات مكانها، وان دي كلها اوراق لتبرعات جايه من مؤسسات مختلفه للمدرسه بمبالغ كبيره. وبعدها بتطلب منه ما يفكرش في اي حاجه دلوقتي ويفصل عن القضيه شويه، وبيقضوا وقت سوا ويستعيدوا الذكريات الحلوه اللي كانت بينهم زمان. بعدها لما بيرجع ايرون لاوضته بيجي جريج وهو غاضب، وبيعرفوا ان الناس قاعده تتكلم عن ازاي محقق خارج الخدمه بيحقق في القضيه، وانه كمان عنده تاريخ شخصي مرتبط بقتل ايلي. ده غير انه مش مهتم غير باثبات براءته، وبدل ما يهتم باللي حصل دلوقتي بيحقق في حاجه حصلت من 20 سنه، وبيعرفوا ان دي غلطته، وانه من دلوقتي هيكمل في القضيه دي لوحده. وبتفضل ذكريات ايرون تطارده، وما كانش عارف ينام من التفكير، وبيجي في دماغه اوراق الحسابات اللي كانت عند جريتشن، وبيروح الصبح لبيتها يسرق الاوراق دي، وده لانه كان حاسس ان وراها حاجه. ولما ايرون بيراجع الورق بيلاقي طلب تبرع ب70,000 دولار مقدم باسم ويتلام للمدرسه، لكن المستند الموجود عند جريتشن بيوضح ان العمليه مرفوضه. وهنا الشك يبدا يكبر عند ايرون، لان لو الطلب مرفوض ليه ويتلام كان مقدم عليه من الاساس؟ واول حاجه بيعملها ايرون يروح لجريج البيت ويطلب منه يساعده، وبعدها بيروحوا المكتب ويكملوا تحقيق. وبيشرح ايرون لجريج ان كارين ما كانتش خايفه من جرانيت ولا حتى لوك، هي كانت خايفه على المدرسه، وحست ان بيحصل اختلاس لفلوس التبرع اللي بتجيلها. ولما قالت للوك ساعتها فرجها على المقاله دي، وكانت هتتصل بيا علشان اساعدها. بيقول له جريج طب وايه علاقه ويتلام بكل ده؟ بيرد ايرون ان سبب طلب ويتلام للفلوس دي هو انه مدمن للقمار، وده بسبب انه كان بيشوفه في الحانه بيراهن على فلوس، ومن الممكن كمان تكون كارين واجهته، وده اللي بيخلي ويتلام يقرر يقتلها. وبيظهر ان ايرون بيبدا يشك ان كارين كانت الضحيه الحقيقيه، وان جريمه لوك كلها اتعملت علشان تدفن جريمتها هي. وعلشان يتاكدوا بيتواصلوا مع واحده من مؤسسات التبرع اللي طلب منها ويتلام المبلغ، وفعلا بتاكد لهم انهم وافقوا على الطلب، والفلوس اتحولت بالفعل للمدرسه، لكن اوراقها في التسجيل مش موجوده. ده كمان ما وصلش ايصال من المدرسه بالاستلام. وفي المدرسه بتروح مساعده ويتلام تعرفوا ان مؤسسه التبرع اتصلت وطلبت التواصل معاه لامر عاجل. وبيفهم ويتلام ان خلاص اتكشف، ولما بيبص من الشباك بيلاحظ كمان الضابط وايرون جايين ناحيته بالعربيه، فبيطلع من المدرسه بسرعه وبيروحوا يدوروا عليه، مش بيلاقوه بس بيلاحظوه وهو داخل المخزن، وبسرعه بيجروا وراه وبيهجموا على المكان، لكن المخزن بيطلع فاضي ومفيهوش حد. لكن جوه بيكتشف جريج ان الرصاص اللي موجود هنا بيبقى من نفس نوع الرصاص اللي اتقتل بيه لوك وعيلته. وايرون بيطلب من جريج يجي وراها على الغابه، وفعلا هناك بيلاقوا ويتلام مستخبي ورا شجره، وبيطلع بنزين وبيكب حواليه وبيهددهم انه هيولع في الغابه. وايرون بيطلب منه انه يهدى، وان بنته في المدرسه اللي قريبه من هنا، ولو حصل حريق المدرسه كلها هتصاب، وهو عارف ان قد ايه هو بيحب عيلته. فبيرد ويتلام وهو بيعيط وبيقول انه عمل كل ده اصلا عشان عيلته، وجابهم هنا لانه اتورط في ديون كتيره وما عرفش يسددها. وبيطلب من ايرون يعرفهم هو قد ايه بيحبهم، وبعد كده بيفضل
بنزين عليه وبيولع في نفسه، وايرون وجريج بيجروا بسرعة بيبعدوه عن البنزين اللي في الأرض قبل ما الغابة كلها تولع. وهنا بنرجع لأهم حدث حصل في الفيلم وهو يوم الجريمة، لما ويتلم بيقف على الطريق بالعجلة بتاعته اللي بيدعي إنها عطلانة وبيشاور للوك وهو راجع لبيته بالعربية عشان يساعده. وفعلا أول ما لوك بياخد العجلة يطلعها على العربية، ويتلم بيخبطه بطوبة في دماغه أكتر من مرة وبيطلع بندقيته وبيخلص عليه. وبعدها بيروح لبيته، وأول ما كانت بتفتح الباب بيقتلها على طول، ولما بيشوف الولد الكبير معاها بيجري وراه، ولما بيستخبى جوه الدولاب بيفتحه ويتلام وبيخلص عليه، والبنت الرضيعة الوحيدة اللي مش بيجي جنبها. ونكمل مع ايرون في الحاضر وهو في المستشفى بسبب تعرضه للحروق، وبيفوق وبيروح علشان يطمن على جريج اللي بيكون اتعرض اكتر للحريق لكن حالته مستقرة. وبالمناسبة ويتلام بيكون عايش، لكن الحروق خلت وشه من غير ملامح. وبيجوا اهل لوك وبيشكروا ايرون على كشفه للحقيقة وكمان انقاذه للمدرسة. وبيروح ايرون بعد ما مهمته خلصت يلم هدومه وياخد شنطته علشان يرجع للمدينة تاني. وبتروح له جريتشن وتودعه وبتعرفه على سر كانت طول الوقت عايزة تقوله له، وهي انها شافت إلي فعلا يوم موتها وهي رايحة ناحية النهر، بس وقتها لوك خدها ومشي. ايرون بيقرر يروح للمكان اللي كان بيقعد فيه مع إلي لآخر مرة، وهناك بيبص عند الصخرتين اللي وقع ما بينهم الانسيال. بيلاحظ حاجة غريبة، ولما بيشوفها بتطلع شنطة إلي فبيفتحها بحماس ويشوف ايه اللي جواها، وبيلفت انتباهه مذكرات إلي. ولما بيقرأها بيكتشف كارثة حرفيا ودليل أقوى من أي تحقيق عمله قبل كده، وهي إن إلي كانت بتشتكي من معاملة والدها ليها، وإنه دايما كان بيندهها باسم أمها ويتخيلها هي وبيفضل يضرب فيها. وأمها هربت منه زمان ووعدتها إنها هترجع، بس هي ما جاتش، وده لأن أبوها كان حالف لا يقتلها لو شافها، وقال لها لو عملت زي أمك وحاولت بس تهربي أنا هقتلك. بس إلي ما قدرتش تستحمل اللي هي عايشة فيه، وفي نفس يوم موتها خدت شنطتها وقررت تهرب من البلد وتعيش حياة تانية بعيد عن هنا. بتروح عند النهر فعلا، وبنعرف إن هي اللي كانت بتراقب ايرون من بعيد وكتبت له كل ده ورمت الشنطة هناك. ولما باباها دخل الأوضة وما لقاهاش عرف إنها بتحاول تهرب من حاجتها الشخصية اللي اختفت من الأوضة. وبياخد جرانيت وبيروحوا لها للمكان اللي هي فيه، وده لأنه عارف إنها بتقابل صاحبها هناك. وبيطلب من جرانيت يفضل في العربية، وفعلا لما أبوه بيلاقي إيلي بياخدها ويغرقها في النهر. وبعدها يحاول الجريمة ناحية ايرون ووالده، ونجح فعلا إن الحقيقة تفضل مدفونة لمدة 20 سنة، وجرانيت بيطلع فعلا ما يعرفش حاجة. وهنا ايرون بيفضل قاعد قدام المذكرات مصدوم وبيعيط، مش قادر يستوعب إن البنت اللي حبها زمان ماتت وهي بتحاول تهرب من الشخص اللي كان مفروض يحميها. وبعدها بياخد الشنطة بالمذكرات وبيمشي من المكان. قولوا لنا بقى في الكومنتات لو كنتوا توقعتوا مين القاتل الحقيقي، ونشوفكم في فيديو جريمة وتشويق جديد، واقول لكم سلام.